في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وعلى إثر معلومات واردة، تمكن مستخدمو فرقة الأبحاث للدرك الوطنية بتندوف من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، تخزينها والترويج لها. بعد تنشيط عنصر الاستعلام تم تحديد هوية وعنوان المشتبه فيه، أين تم استصدار إذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف، تشكيل دورية وتفتيش المكان. أسفرت العملية عن حجز مخدرات سلبة كوكايين بوزن 60 جرام، 74 قرص مخدرات مصنعة نوع إكستازي ذات اللون الأصفر، 2411 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ ذات إمضاءين، 129 قرص مهلوس نوع ترامادول، 950 جرام من الكيف المعالج، إبرة واحدة بها 0.1 مليلتر من مادة مخدرة مجهولة المصدر، سكين من الحجم الكبير يستعمل في عملية التقطيع، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب65 ألف دينار جزائري من عائدات الإجرام، سيارة سياحية بالإضافة إلى 6 هواتف نقالة. سيتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف فور الانتهاء من التحقيق بجناية تهريب المخدرات على أعلى درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والاقتصاد والصحة العموميين، جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة، البيع، التخزين، التوزيع، السمسرة والنقل عن طريق العبور للمخدرات والمؤثرات العقلية.